تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. توت توت توت، هيباصي لا هيشوط، بيعدي بيفوت، وتوت توت توت جمهور الزمالك مبسوط. توت توت توت، هيعيط لا هيموت، بلطجي هلفوت، مزور ملطوط، بكرة نخلص منك يا شكروت. اللي حصل بين المعلق الرياضي ومقدم البرامج في برنامج التوك شو حاجة تقرف. مقدم البرامج عارف ان جمهور الاهلي مش طايقه، وجمهور الزمالك كمان نفس الحال. طب اعمل ايه يا واد يا شوشو؟ اعمل نمرة واشوف اي حد يقول كلمتين كويسين على الزمالك واطلع صوت واقول انه بيزود التعصب. يقوم جمهور الاهلي يقول عليا ان انا اللي بدافع عن النادي ويرجع يحبني. الحكايه فرطت من ايده وبص لقى ان المعلق المحترم الطيب في ضيافه واحد من اكبر الاعلاميين والاكثر مشاهده في مصر، ولو انه عارف ان الكلام اللي هيتقال هيفضحه قرر انه يروح ويشترك في نفس الحلقه، مع انه كان ممكن يشترك في تاني يوم على طول او يخش في مداخله تليفونيه عشان الكلام يستفزه ويكذب بنفس الطريقه وتقوم خناقه وضرب، وبعدها فاصل ومعد برنامج المقدم يتدخل ويمد ايده على المعلق، وبعدها محضر في اسم اكتوبر، وبعدها مرتضى. فاكر لما قعدت في البيت؟ اجهز بقى عشان الموضوع المرة دي ان شاء الله هيطول. مليون مبروك لكل عشاق الملكي في مصر واسبانيا لفوز الريال ببطولة ابطال اوروبا. يا رب تكون بشرة خير، وانتوا عارفين ان احنا من زمان مربوطين مع الريال، يعني يكسبوا ان شاء الله نكسب. قولوا يا رب. مشكلة الاهلاوية يا جماعة بتتلخص في انهم بيرضعوا من صغرهم كره الزمالك وان الاهلي نادي المبادئ، فلما بيكبروا ودماغهم بتشتغل بيجيلهم صدمة لما يعرفوا ان الزمالك مش يهود وان ناديهم مش جنة ولا كامل مكمل، فيبدأ من جواهم صراع نفسي رهيب ما بين اللي رضعوهم صغيرين وما بين اللي فهموهم كبار، بيوصل بيهم لحالة انفصام في الشخصية مزمنة، وبينتهي بالدفاع عن اي حاجة لابس احمر وخلاص. يعني مثلا احمد الشناوي قبل صورة انستجرام كان خرم مصر الاول، ولما الامل دعبهم في انه رايح الاهلي بقى اهلا بحارس مصر الاوحد مع انه بورسعيدي. الحالة دي ممكن تخف بس للأسف بعد سن ال60، لأن الإنسان في السن ده بيفكر أكتر في ربنا والموت وبيخاف إن لسانه ينطق كلمة كذب أو نفاق. يا رب ربنا يشفي. ماتشات الزمالك اللي جاية بالترتيب: في الدوري 11/6 اتحاد الشرطة، 24/6 المصري البورسعيدي، 4/7 سموحة، 9/7 الأهلي. المطلوب حصد النقاط كاملة حتى لو مش هناخد الدوري، واحنا اتفقنا قبل كده ان الكلام عن الامل في الدوري خرافات من بعد ماتش الاسماعيلي في الدور الاولاني. في الكاس عندنا يوم 12/7 ماتش اتحاد الشرطة. المطلوب وبدون نقاش هو الاحتفاظ بكأس مصر للنسخة الرابعة على التوالي. فريق البطولات ما يصحش يخرج فاضي في اي موسم. اما بالنسبة للبطولة الكبرى وهي دوري ابطال افريقيا، عندنا بالترتيب يوم 19/6 انيمبا في نيجيريا، 28 او 29/6 وفاق سطيف في مصر، 15 او 16 او 17/7 سان داونز في مصر، 26 و27/7 سان داونز في جنوب افريقيا، 12 13 14/8 انيمبا في القاهرة، 23 و24/8 وفاق سطيف في الجزائر.
الصعود من المجموعة سهل جدا، بس المهم البداية. ماتش انيمبا يوم 19/6 يعني في رمضان، وهيتلعب في نيجيريا والساعة 3 الظهر. وانا بقول اهو، لو لعبت الزمالك ان شاء الله اصرت على الصيام هنكسب. الصعود من المجموعة دي زي ما قلت سهل، اسهل مما نتخيل، بس المهم لتاني مرة البدايات. نرجع منصورين ان شاء الله من نيجيريا، وبعد كده الموضوع سهل. هنروح الجزائر في اخر جولة واحنا واصلين وخلاص. هيبقى رايحين على تحديد مراكز مش اكتر. قولوا يا رب. رمضان يوم الاثنين. احب انبه من دلوقتي، قصف الجبهة بيفطر. كل سنة وانتوا طيبين، والسنة اللي جاية بالدوري والكاس وافريقيا فايزين، والغيرنا مجننين. عشنا ملوك وغيرنا. لغاية كده انتهت الحلقة. تحياتي، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، وكل سنة وانتم طيبين.